السلام عليكم وأهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة ستة هنحل امتحان محافظة بني سويف إدارة الفشن التعليمية. طبعا الامتحان تقدروا تلاقوه في كتاب سلاح التلميذ في صفحة 238. طبعا امتحان المحافظة عبارة عن 4 أسئلة، ويلا بينا نبتدي بالسؤال الأول. ألف، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. العبارة رقم 1: بيستخدم الميزان في نقط في قياس الوزن. طبعا عشان أقيس الوزن أنا محتاجة إن يكون عندي ميزان زنبركي. أما بقى العبارة رقم 2: بيتم تطهير الترمومتر باستخدام نقط. طبعا المفروض إني بطهر الترمومتر قبل كل استخدام، وده بيتم عن طريق إن أنا بضع الترمومتر فيه الكحول الإيثيلي. طبعا هنكتب هنا الإجابة مكان النقط. أما بقى العبارة رقم 3: بيسمى غاز نقط بالأزوت ومعناه عديم الحياة. طبعا الغاز ده هو غاز النيتروجين، وطبعا غاز النيتروجين نسبته 78% من حجم الهواء الجوي. أما بقى العبارة رقم 4: عدد الأعصاب المخية في جسم الإنسان نقط زوج. طبعا عدد الأعصاب المخية هم 12 زوج. أما بقى ب، الرسم الذي أمامك بيوضح الترمومتر الطبي. طبعا الرسم موجود قدامنا أهو. رقم 1 بيشير إلى، تعالوا بينا نشوف رقم 1 بيشير إلى إيه. طبعا رقم 1 في الرسم بيشير إلى مستودع به زئبق، فهنكتب مكان النقط مستودع. أما بقى رقم 2، فطبعا رقم 2 بيشير إلى أنبوبة زجاجية سميكة، فهنكتب مكان النقط أنبوبة زجاجية سميكة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني. وألف، اكتب المصطلح العلمي. العبارة رقم 1: غاز بيستخدم في إطفاء الحرائق. طبعا كلنا عارفين إنه غاز ثاني أكسيد الكربون، وده لأن من خصائصه إنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، عشان كده بنستخدمه في إطفاء الحرائق. أما بقى العبارة رقم 2: مؤشر بيساعدنا على التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم. طبعا المؤشر ده كلنا عارفين إنه درجة الحرارة. أما بقى العبارة رقم 3: وحدة بناء الجهاز العصبي. فطبعا دي بتكون الخلية العصبية. عايزين كمان نعرف إن الخلية العصبية بتكون مكونة من جزئين: جسم الخلية ومحور الخلية. أما بقى العبارة رقم 4: وحدة قياس الوزن. فطبعا الوزن بنقيسه بالنيوتن. أما بقى ب في السؤال التاني: اذكر استخدام واحد لكل من غاز الأكسجين. طبعا غاز الأكسجين بيستخدم في التنفس. أما بقى الترمومتر المئوي فطبعا بيستخدم فيه قياس درجة حرارة السوائل. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. ودلوقتي بقى ننتقل للسؤال التالت. وألف، صوب ما تحته خط. الكلمة اللي تحتها خط دي كلمة خطأ، ومفروض اننا نكتب الكلمة الصواب. العبارة رقم 1: المواد رديئة التوصيل للحرارة هي اللي بتسمح بسريان الحرارة خلالها. طبعا كلنا عرفنا ان كلمة رديئة مفروض تكون بدلها كلمة جيدة، لان المواد الجيدة هي اللي بتسمح بسريان الحرارة خلالها. اما بقى العبارة رقم 2: الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. كلنا طبعا عارفين ان كلمة الوزن مفروض تكون بدلها كلمة الكتلة، لان دي من خصائص الكتلة ان هي بتكون ثابتة. أما بقى العبارة رقم 3: عند اتحاد المواد بالأكسجين بتقل كتلتها. طبعا التصويب الخاص بكلمة تقل هي كلمة تزداد، لأن المواد لما بتتحد مع الأكسجين كتلتها بتزيد. أما بقى العبارة رقم 4: النخاع المستطيل هو المسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحركة. طبعا تصويب كلمة النخاع المستطيل دي هتكون هي، شطار برافو عليكم، هتكون كلمة المخيخ. هنكتب هنا كده المخيخ. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. دلوقتي بقى هننتقل لب. بعنوان علل لما يأتي. العبارة رقم 1: علل لا يجمع غاز ثاني أكسيد الكربون بإزاحة الماء. ليه من خصائص غاز ثاني أكسيد الكربون إنه لا يجمع بإزاحة الماء؟
طبعا التعليل أو الإجابة ده لأنه يذوب في الماء، هي دي الإجابة. أما بقى العبارة رقم 2، علل بيوجد اختناق بالترمومتر الطبي. يمكن سؤال علل يوجد اختناق في الترمومتر الطبي ده أكتر سؤال اتكرر معانا على نطاق المحافظات اللي فاتت كلها. طبعا لو انتوا بتحلوا معانا المحافظات أول بأول هتلاحظوا الموضوع ده، فأكيد كلنا حفظنا الإجابة أو فهمناها وعرفناها. والإجابة هي لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع حتى نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. بيعتبر السؤال ده سؤال مهم جدا جدا جدا، مفروض إننا نكون عارفينه يا سنة 6. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث في الامتحان. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال الرابع. ألف، في السؤال الرابع ضع خط تحت الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. العبارة رقم 1، أسرع المعادن في توصيل الحرارة. طبعا أسرع المعادن هو معدن النحاس. أما بقى العبارة رقم 2، بيتكون جزيء غاز الأوزون من نقط ذرات أكسجين. طبعا غاز الأوزون بيتكون من 3 ذرات من الأكسجين. أما بقى العبارة رقم 3، جسم كتلته 2 كيلو جرام، فإن وزنه على سطح الأرض. طبعا أنا عشان أقدر أجيب الوزن محتاجة إني أضرب الكتلة بالكيلو جرام في 10، يعني معنى كده هضرب 2 في 10 فهتكون النتيجة 20 نيوتن، هو ده وزن الجسم على سطح الأرض. أما بقى العبارة رقم 4، مفاصل الجمجمة من المفاصل نقط الحركة. طبعا المفاصل الجمجمة دي من المفاصل ثابتة الحركة، يعني عديمة الحركة مش بتتحرك. أما بقى به في السؤال الرابع بعنوان ماذا يحدث عند. العبارة رقم 1، ماذا يحدث عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق. طبعا اللي بيحصل هو إن بيتعكر ماء الجير الرائق، هي دي إجابة العبارة رقم 1. أما بقى العبارة رقم 2، ماذا يحدث عند انكسار الترمومتر الطبي وانسكاب ما به من زئبق في الفم. يعني افرض لا قدر الله لو احنا جينا نستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة جسم الإنسان، ولكن الترمومتر اتكسر في فم الشخص المريض وانسكب أو اتدلق منه يعني الزئبق في الفم، تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا اللي هيحصل هو حدوث تسمم للشخص، هي دي إجابة العبارة رقم 2. كده بالشكل ده نكون يا سنة 6 انتهينا من حل امتحان محافظة بني سويف إدارة الفشل التعليمية. بتمنى طبعا ان الفيديو يكون مفيد، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله من فيديوهات قناة بوابة العلوم.